من رحمة الله وفضل الله علينا أن هذا الإنسان إذا بلغ درجة الاضطرار كان من مجاب الدعاء. الله يا سلام. الله. لأنه الآن من يجيب المضطر. فإذا اشتدت بك الضائقة واشتدت بك الضائقة، لأن بعض الناس يقول أنا سنين، أنا أعوام، أنا بذلت، اعلم أنك كلما ازددت ضيقا ازددت قربا. قصة هاجر لما تركها إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام وابنها إسماعيل، وترك الماء والطعام، نفد الطعام نفد الماء، جف الضرع، بكى الصغير، قامت تسعى بين الصفا والمروة، ذهبت للصفا ربما في أحد ما وجدت أحد، ذهبت للمروة لا يوجد، ربما لم ترى المرة الأولى، بعد 7 أشواط انقطعت تعلقها بأسباب الدنيا وتعلقت بالله، فانفجر ماء زمزم في تلك اللحظة. تلك اللحظات نحن نحتاجها ونحتاج أن نستثمرها. حقيقة يكلمني أحد الإخوة، بل أنا قبل أن يكلمني أتاني أحد الإخوة عنده بنته الصغيرة، على ذكر ما تقولون، صغيرة فقدت بصرها وعمرها 2 تمشي في البيت تخبط في الجدار، تتعثر. أب تفطر قلبه من أجل ابنته، أسرع بها لمستشفى العيون، بدل الغالي والنفيس. المستشفى الحكومي قالوا جهاز الإبصار سليم، لكن لا ندري لماذا لا تبصر. ذهب لمستشفى خاص، دفع الأموال، لا تبصر. قالوا ربما عندها عطب في مركز الدماغ في الإبصار. ولما أراد أن يذهب التقيت به، قال يا شيخ ابنتي. قلت يا أخي أنت مسكين مضطر، طرقت باب المخلوقين، لماذا لا تطرق باب الخالق؟ قال ماذا أصنع؟ قلت ابحث عن ساعة إجابة وادعو الله لابنتك، اقرأ على ما وغسلها وابحث عن ساعة إجابة وادعو. قال يا شيخ لكن ما أعرف أدعو، تعال ادعو أنت لها. قلت يا أخي من المضطر، أنا أم أنت؟ قال أنا. قلت من الذي إذا دعا سيبكي، أنا أم أنت؟ قال أنا. قلت هي ابنتي أم ابنتك؟ قال ابنتي. قلت اذهب فاسأل الله. قال لكني عامي. قلت اسمع، والله لو أن أصم أبكم يطوف بالكعبة يتأتي لعرف الله ماذا يريد. لا تخفى عليه اللهجات، لا تختلط عليه اللغات، يجيب دعوة المضطرين. فانطلق. وفي عصر الجمعة الأم تغسل ابنتها في الحمام بالماء، والأب في صالة البيت بسط الأكف كما يسأل المسكين المتسول الدليل بين يدي الغني. بسط الأكف وسالت دمعته على خده، وانكسر بين يدي ربي ومولاه، وعلم أن لا ملجأ إلا الله ولا شافي إلا الله، ودعا ربه بلسانه العامي يا رب ابنتي، يا رب اشفها، يا رب ما عندي غيرها. وبدأ يبكي يتصل بي بعد العشاء ليقول عاد الله لابنتي بصرها. الله. يا أخي إنه الله مفرج الكربات، قاضي الحاجات. يا أخي لست لوحدك الذي تسأله، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يفرح بسؤالك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. رجل مصري يعمل في أحد المستشفيات، يكلمني صاحب المستشفى صيدلي، أصيب بمرض في قدميه. لما كشف عليه زملائه في المستشفى وجدوا أن عنده سرطان، لم يشأوا أن يخبروه، قالوا لا يوجد عندنا علاج، لكن اذهب إلى بلدك. فلما ذهب إلى بلده يلتمس العلاج فوجئ بالخبر. طافت به الدنيا، نظر إلى زوجته وإلى أطفاله، قرر أن يذهب إلى الخارج. سافر إلى أمريكا، ولما فحصه الطبيب قال اسمع، أنا أنصحك أن توفر مالك لنفسك أيام، وهذا المرض يفتك بالناس في العادة. عش حياتك، تمتع بما تبقى من عمرك، ابتسم. يقول خرجت، ولكم أن تتخيلوا الموقف، يقول خرجت وأنا أنظر إلى طفلتي وإلى زوجتي، هم ينظرون إلي ويعلمون أني بعد أيام سأودعهم، وأنا أنظر إليهم وأعلم أنها لحظات قلائل وسأودع ابنتي الحبيبة التي ضممتها وزوجتي التي عشت معها. أنظر للدنيا وإذا بها قد ضاقت علي. دخلت إلى محل بيع المواد الغذائية، سوبر ماركت، مررت أمام أحد الرفوف وإذا فيه عسل. تذكرت قول الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء الناس. أخذت العسل وبدأت آكل وأنا أبكي وأقول يا رب لم أخذه لأنه عسل، لكن لأنك قلت فيه شفاء للناس. يا رب أنت قلت فيه شفاء للناس، وأنا ألتجي إلى ما جعلته شفاء للناس. وبعد أيام شعرت براحة، فعدت للطبيب. قال الطبيب ما الذي عادك؟ قلت افحصني. فلما فحصني قال سبحان الله،
أين ذهبت؟ قلت والله ما ذهبت إلا للذي قال فيه شفاء للناس. هو الاضطراب. هذه هي الحالة التي يصل إليها الإنسان، يكون مطلع عز وجل ويعلم أن الله عز وجل قد تفرد بتفريج كربات المضطر.